كتمانه فقد أقلته طائرة هليكوبتر ليدفن في منطقة مجهولة. سيادة الرئيس، هل تشعر بالندم لإعدامك محمود محمد طه؟ أبدا. وهسه إذا كان تاني حي ومصر على العمل بتاعه ده هعدم. وإذا كان واحد عمل زيه تاني وأنا عندي السلطة هعدم. ما أشعر بالندم أبدا، لأنه ده مخطئ خطأ كبير جدا. الرجل الذي لا يندم على قتل إنسان مهما كانت دوافعه للقتل ليس بإنسان. يعني ده بيعبر عن فقدان كامل للإنسانية ولحساسية البشر. الشيء الثاني، محمود رجل يعني لم يكن يحمل عصاه، ما كان عنده غير فكره، ولا يمكن أن يجابه الفكر بالسيف. بالطبع ده بيحصل حصل في كل فترات الانحطاط الفكري، حصل. لكن في فترات الاستنارة في التاريخ الإسلامي ده ما بيحدث، لأنه كان في خلافات حادة ما بتصل لدرجة أن الحاكم يقضي على المفكر. وأنا لا ألوم نميري كشخص، وإن كنت ألومه على أنه ما زال يباهي بما اتخذ من قرار، لكني ألوم الفقهاء والقضاء اللي أصدروا هذا الحكم. وأنا ما عندي أي أدنى شك في أنه أي واحد فيهم لا يرقى إلى أخمص قدم محمود في العلم، ناهيك عن الخلق. ما دمت منفعلا بديني فإني لا أستشعر أي حسرة على مقتل محمود محمد طه. إن ردته أكبر من كل أنواع الردة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة. وعندما طبق نميري الشريعة تصدى لمعارضته، لأنه رأى عندئذ رجلا دينيا يريد أن يقوم بنبوة غير نبوته هو، وأكلته الغيرة فسفر بمعارضته ولقي مصرعه غير مأسوف عليه البتة. دكتور حسن الترابي، جريدة الوطن السودانية، 30/4/1988. دكتور، هل تشعر بالندم لإجازتك إعدام محمود محمد طه؟ هذا الموضوع يدخل في إطار الردة، أشبه بالقضايا الردة الموجودة في التاريخ. كلنا نذكر قضية الحلاج، والحلاج قال ما قال في كتاب الله وقال ما قال في الدين، وفي الآخر ادعى أنه هو الله وما في الجبة إلا الله، يعني ادعوا أنه هو الله. فمحمود يعني وصل إلى هذا المقام، يعني وصل بأنه هو الذي يتربع على كرسي العرش يوم القيامة، وأن الدين هو الدين حقه. فبالتالي يعني الإنسان يقول أنه يسعد بتطبيق حكم الله سبحانه وتعالى فيه، ولا مجال للندم إطلاقا. أيوة بكل أسف، يعني ده كان حادث كبير في الزخم ده بتاع الشريعة ده، ولم يعدم محمود محمد طه يحفل الميري. كل عناصر القوى السياسية جات في المصالحة الوطنية كانت تتحمل المسؤولية في إعدام محمود محمد طه، لأنه محمود محمد طه كانت ضد الطائفية وكانت ضد حركة الجبهة الإسلامية والأخوان المسلمين. أحدث إعدام محمود محمد طه صدمة رهيبة في السودان شملت بعض قيادات النظام نفسه، كما أدى إلى تصاعد حملة احتجاج عالمية. وكانت الطريقة المتشددة في تطبيق الحدود قد عزلت النظام في الداخل والخارج. ومن داخل مجلس الشعب القومي قال نائب إن الإسلام تشوه لأنه أصبح عندنا حدوداً فقط، وقال آخر إن السودان أصبح وحيداً في مواجهة العالم. وشرع الرئيس نميري في اتخاذ خطوات فسرت بأنها بداية سياسة تراجع عما سمي بقوانين الشريعة الإسلامية،
ففي 24 من كانون الثاني يناير عام 85 أصدر نميري أمراً بإعادة النظر في محاكم العدالة الناجزة. تعيش كل شعوب الأرض بين حدي الخوف والأمل، وموضوع الخوف والأمل واحد، إنه حاجات الناس إلى الخبز والكرامة، أو بتعبير آخر حاجتهم إلى شروط عيش مادية ومعنوية كريمة، والقصور في تلبية تلك الحاجات هو مصدر الخوف، كما أن إشباع تلك الحاجات هو موضوع الأمل. ولذلك يمكن تعريف السياسة بأنها تهدئة المخاوف والمحافظة على الآمال. لكن الرئيس نميري وفي اللحظة الأخيرة من ممارسته السلطة أعطى للسياسة تعريفا مناقضا، فهي حسب خطابه الأخير نشر الفزع وتعميم اليأس، فقد قال في ذلك الخطاب إنه هو نفسه لم يعد يملك مالا كافيا لشراء جالون واحد من البنزين، وأنذر شعبه بتوقع الأسوأ ولا شيء غير الأسوأ. وفي كلمات الرئيس هذه ما هو أكثر من إعلان الخوف واليأس، هناك أيضا التنكيل بالحقيقة، فالرؤساء لا يجوعون ولا ينقصهم البنزين، وكان معروفا لشعب السودان أن رئيسه سيسافر بعد يوم واحد فقط من ذلك الخطاب إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية كعادته كل عام. وردت تلك الكلمات في آخر حديث له وهو على رأس السلطة، فهل هي صدفة أن يكون ذلك الحديث هو الخطاب الأخير؟ على أي حال، هذه مقتطفات من خطابه الأخير الذي تناقلته يومها كل وسائل الإعلام السودانية، وكان الإعلام كله رسميا يوم ذاك كعادة أنظمة الحزب الواحد. سبب زيادة الأسعار هو انخفاض سعر الجنيه السوداني أمام الدولار، ولأنني رفعت الدعم عن جميع السلع، فالدولار أصبح الآن يدوخ جميع العملات، وقد يأتي وقت تمتلئ فيه جيوبكم بالجنيهات وتكونوا غير قادرين على شراء شيء. الصحف تكتب عن صفوف السيارات أمام البنزين، وهي لا تعلم أنني غير قادر منذ شهر ونصف على شراء جالون واحد لسبب بسيط، هو أنه لا يوجد المال الذي أشتري به، وقد توقفت 80% من طاقة المصانع لنقص الوقود. نحن يا جماعة نتعرض لمؤامرة تستهدف شل حركتنا عن الإنتاج لنكون سوقا للتوريد. منذ أيام أهدى لي أحد الأصدقاء عمة سودانية اشتراها من سويسرا، عمة سودانية تصنع في سويسرا. إذا لم تصدقوا تعالوا عندي في البيت وشوفوها. علينا أن نقتصد في كل شيء، من يأكل 3 وجبات يأكل وجبتين، ومن يأكل وجبتين يأكل واحدة، ومن يأكل وجبة واحدة يأكل نصف وجبة. ولماذا نشتري المعلبات الغذائية والصلصة؟ نحن يا جماعة نأكل الويكا. من الخطاب الأخير للرئيس جعفر نميري في مجلس الشعب مساء الثلاثاء 26/3/85.